في الحقيقة هؤلاء ما رأيت أجهل ولا أحمق ولا أفسق منهم في التاريخ. كنا من 10 سنوات تقريبا أو يزيد قليلا دخل علينا أحدهم وقد أطال لحيته وقصر ثيابه وهو في زي العلماء والزهاد، فطرح سؤالا قال: ابن حجر مذهبه أشعري. فرد عليه أحد الجالسين قال: نعم. والذي رد عليه هذا كان أحد الدعاة الذين يشرقون ويغربون، وكانت له صولة وجولة وكانت له قناة فضائية، يعني رجل ممكن له في الأرض. فطرح سؤالا آخر فقال: لماذا لا تحرق كتب ابن حجر العسقلاني؟ ابن حجر العسقلاني له ألقاب كثيرة، عالم كبير شافعي المذهب، ولقب بأمير المؤمنين في الحديث. ده كان في القرن الثامن الهجري، ولد سنة 773 هجرية في الفسطاط. يريد الرجل أن يحرق كتب ومؤلفات العالم الكبير الذي خدم الملة العلامة ابن حجر العسقلاني. رد عليه هذا الداعية بقوله: اصبر، كل شيء له وقته. هذا أيضا ينبئك عن جهل هذا الداعية وعما كان يسره في داخله، أنه لو مكن له ماذا يصنع؟ أيخدم الملة؟ أيخدم السنة؟ لا، سيقوم بحرق مؤلفات العالم الكبير صاحب كتاب فتح الباري في تفسير صحيح الإمام البخاري، يحرق مؤلفات ابن حجر العسقلاني. قلت: إنا لله وإنا إليه راجعون. أنقذوا الأمة وعظموا العلماء وادعوا الله لكل عالم خدم الملة. والله الذي لا إله غيره، هذا الذي طرح سؤاله وهذا الذي رد عليه، لو منهم 10,000 لا يساوون في الميزان مسمارا في نعل ابن حجر العسقلاني.